مصر على استغلال نقاط الضعف اللي هي باينه عند منتخب الكويت في تعاملهم مع الكروسات، اهدارنا للعديد من الفرص جدا. كل ده ضيع علينا امكانيه ان انت الماتش ده تخلصه مرتاح، الجيم ده تخلصه مرتاح. طبعا. عمر، عايز تروح للارقام بتاعت الوان سايد جيم ولا تروح للحالات على طول ولا تروح للاثنين؟ عمر سيجيب على هذا السؤال اللي الناس بتقوله او بتساله، هل كانت المباراه في اتجاه واحد؟ نعم ام لا؟ عمر هيقول لنا هل كانت في اتجاه واحد؟ مليون في المية. تعال نشوف ارقام الاحصائيات اللي معانا، الصور بتاعت ارقام الاحصائيات اللي معانا دي ارقام المباراه، سيبك من الاراء بقى، خلينا نقلل هامش الاجتهاد وناخد ايه؟ الارقام اللي ما بتكذبش. 69% استحواذ منتخب مصر، 31% منتخب الكويت. البيج تشانسز او الفرص المحققه 5 لمنتخب مصر، 3 لمنتخب الكويت. التسديدات 20 لمنتخب مصر، 7 لمنتخب الكويت. الجول كيبر سيفز، حارس مرمى منتخب الكويت شايل 5 كرات مقابل 2 لمنتخب مصر. ضربات الركنيه 8-4. الباسز 489 لمنتخب مصر، 223، اكتر من الضعف. مثلا احنا بنتكلم في حاجات، ده لسه انا جاي لك. التوتال شوتس 20-7 زي ما قلنا. الاون تارجت 6-3. الصوره اللي بعدها هتلاقي الصوره اللي بعدها بالظبط هتلاقي الاون تارجت 6-3، الاوف تارجت 11-3. الانسايد بوكس منتخب مصر شايط من جوه منطقه الجزاء 11 مره مقابل 5 لمنتخب الكويت، والاوتسايد بوكس 9 لمنتخب مصر مقابل 2 لمنتخب الكويت. خش في اللي بعديها، الصوره اللي بعدها تنوع منتخب مصر. بص هيمنه منتخب مصر على الممرات الخمسه، لا ماشي يعني ماشي، خلينا ناخد الصوره دي بتاعت الباسس اون فاينل ثيرد. الباسس اون فاينل ثيرد، تخيل بص الرقم يا ابراهيم، التمريرات في الثلث الاخير لمنتخب مصر اللي هو الثلث الهجومي لمنتخب مصر، الدفاعي لمنتخب الكويت 222 تمريره. تمام، منهم 180 تمريره صح. منتخب الكويت في الفاينل ثيرد لمنتخب مصر 42 تمريره، 17 صح. قليل جدا. طيب يعني الراجل بيتكلم صح يا جماعه، يعني مش وان سايد جيم ما فيهوش جدال. الموضوع خلصان. وفي نفس الوقت وان سايد جيم، بس انا في نفس الوقت مش مبسوط 100%. ليه بقى مش مبسوط؟ لان يعني يا فرحتي برضو، يعني ما انا عايز بقى كنت اللي انا وصلت له ده اسجل بيه اهداف. بالظبط، هو انا مش مبسوط عشان الوان سايد جيم انا ما كسبتوش. هو ده اللي مضايقني. عشان كده لما تيجي تبص على الاداء بقى، لو عايز تروح للحالات بقى الهجوميه بتاعت منتخب مصر، لا هو كان في افكار. لو نبص على نجيب الفيديو اللي هو بتاع هجوم منتخب مصر في الشوط الاولاني، يلا كابتن فايز اتكلم في نقطه مهمه جدا، وهي مهاجمه المساحه. هو الموضوع اصلا في الكوره احنا بنهاجم المساحه، ما بنهاجمش المنافس. طب المنافس بتاعي مقفل، انا بخلق المساحه. بص هنا من بدايه المباراه يا ابراهيم هتلاقي ان في تريكه بيعملها كابتن حلمي، انا بشوفها ان هي مهمه جدا جدا. انا عشان اخرج بالكوره من تحت محتاج لعيب بصير يقدر يخرجني بالكوره. مين هنا اللي ناحيه الباك الشمال، الراجل اللي تحت خالص ده محمد النني، لعيب نص ملعب، هو اللي بينزل تحت عشان يفضي المساحه للراجل ده اللي هو يحيى زكريا انه ياخد الخط. عشان كده هتلاقي المثلث اللي اتعمل ده بيحيى زكريا. بص الراجل اسلام عيسى استلم فين؟ هي دي الهاف سبيس اللي اتكلم فيها كابتن محمود فايز. هي المشكله بقى مش في الهاف سبيس، المشكله في خلق الهاف سبيس. فانت في اول ثانيه خلقت المساحه، هي ما اتوجدتلكش من فراغ. بص هتلاقي تاني ناحيه الشمال بينزل فيها محمد النني، بيطير الراجل الباك ليفت عشان توجد دايما الموقف ده. انا عايز اصطاد منتخب الكويت، بص انا عايز اصطاد منتخب الكويت في موقف 1 على 1، عايز اعمل كثافه عدديه. هعملها ازاي اعمل دبل على الباك ليفت بتاعه، الباك رايت بتاعه، بان انا برجع محمد النني 3-4 خطوات لورا، يحيى زكريا بيطير لقدام، فغصب عنه الكره بتطلع سليمه من النني لانه لعيب وسط اصلا، وغصب عن الباك رايت بتاع منتخب الكويت بيعمل ايه؟ بيتشد لبره مع الراجل يحيى زكريا. فتلاقي اسلام عيسى على طول بص 1 على 1 داخل مخترق الجبهه الشمال بطريقه غير طبيعيه. فبالتالي لا، هو انت هنا في افكار وفي جوده افكار، والافكار بتتنفذ لان انت في النهايه بتهدد مرمى المنتخب الكويتي. فالارقام دي مش مجرد ارقام مصمته، مش مجرد ارقام كاونتد، لا انت بتتكلم على ارقام. بص كام كوره دخلنا من الناحيه دي بسبب الفكره دي. عمارة، عايز اسالك سؤال واضح وصريح، لماذا لم يتمكن منتخب مصر لا من التسجيل ولا من حتى حمايه نفسه من انه يخش في هدف في مرماه؟ حلو قوي. نفس الكلام اللي هكمل على كلام كابتن فايز وعمر في الاحصائيات، وان احنا وان سايد جيم وده كله. طب ليه المنتخب مثلا كان من ضمن الحاجات ان هو ما سجلش او ما ترجمش؟ ده بمنتهى البساطه بنفس الحالات اللي قالوها. انا بالنسبه لي كانت ثلاثيه وسط الملعب عليها كلام كتير جدا، ان انت هتلعب بغنام محمد رقم 6، السوليه رقم 8، النني رقم 8، الاثنين يمين وشمال. بص كام مره السوليه دخل منطقه الجزاء
وفي الاخر مفيش انتاجيه. نفس الكلام النني، الكوره اللي جابها كابتن فايز، النني دخل جوه منطقه الجزاء ولكن سوء تصرف، هو لعيب في الاساس اصلا لعيب بطابع دفاعي اكتر، فلما يخش جوه منطقه الجزاء الانتاجيه بتبقى اقل. فانت بمنتهى البساطه الاثنين اللي المفترض واحد فيهم على الاقل يبقى عنده نزعه هجوميه شويه، يدي اضافه هجوميه مع الاثنين الجناحين والمهاجم، كانت بعيده جدا بصراحه. يعني السوليه والنني النهارده انتاجيا هجوميا كانوا اقل بكتير جدا. حتى التسديده او اللي كان بيحاول بشكل اكبر شويه كان غنام محمد، وانه هو الوحيد اللي 6 اللي فيهم. الكره اللي جابها عمر برده كان في الاخر ارتدت لغنام اللي سدد من بره منطقه الجزاء. ثم ايه اللي حصل؟ في الدقيقه 61 كانت التغييره بالنسبه لي اللي برده فرقت كتير جدا في معطيات المباراه، هو خروج محمد النني ونزول قفشه. السوليه كان واضح ان هو خلاص بعد ضربه الجزاء هو اوف، هو بعيد. في نفس الوقت هو برده بدنيا حاسس ان هو كمان تعب بصراحه. بدنيا هو ما يقدرش يدي اكتر من كده في دور 8. دور 8 ده اللي هو انت محتاج تبقى بوكس تو بوكس، لعيب اللي هو بيوصل لمنطقه الجزاء وبيرجع يغطي. هيبذل مجهود كبير يعني، مرمي عليه الشغل كله. فتعالى نتفرج من بعد خروج بالظبط محمد النني، هو الهدف قبل هدف الكويت على طول. بعد خروج محمد النني ونزول قفشه، بمنتهى البساطه منتخب الكويت لاول مره كان محمد دحام في جبهته او الناحيه الشمال او عفوا الرشيدي، اول مره بيعدي نص ملعب منتخب مصر، بيعمل هجمه في الثانيه على طول بيجي منها الركنيه عشان يجي منها الهدف. التفصيله دي هي اللي فرقت بشكل كبير جدا مع منتخب الكويت، رغم ان انت كان عندك المفروض افضليه، اضاعت الافضليه دي بمنتهى البساطه. بنت لعيبتك اللي جوه منطقه الجزاء واللعيبه اللي بتعمل الزياده الهجوميه ما سجلتش. ثم حصلت التغييره دي، نص الملعب اتفتح تماما، بقى مستباح تماما، بقى غنام محمد لوحده، وغنام محمد بيلعب بانذار من الشوط الاولاني. انذار كان ممكن يبقى كان مفترض ان معرفش هل ثلاثيه منتصف الملعب اللي ابتدى بيها كابتن حلمي طولان كان فيها توفيق ولا لا؟ لا، ما هو دي الفكره، انت مستحوذ بس قدرت تترجم ده، ما قدرتش تترجم ده بمنتهى البساطه، لان في لعيبه كتير انت ممكن تشوف ان هم شبه بعض شويه، مفيش لعيب مختلف. هو ليه انت نزلت قفشه؟ عشان ده تغيير المفترض الوحيد اللي عنده حاجه مختلفه. بس كانت التغييره في قلب دمرت التوازن التام بتاع الثلاثيه دي. فبالتالي لو كنا بصينا يعني هو هنا بعد يا رب يبقى هو ده الحاله من بعد على طول. انا مش شايف الوقت الشوط الاول ده في الدقيقه الثانيه على طول دي يا محمد. لا، ده في الدقيقه الثانيه. انا كنت عايز بس اللي هو بعد الدقيقه 62 على طول، مع اني لابس نظاره وشاف كويس قبل هدف الكويت. انا مش عارف. فاجمالا لما تجهز مش مشكله، بس دي كنا عايزين نشرح فيها ايه اللي حصل في خلل وسط الملعب اللي حصل بوجود السوليه وغنام لوحدهم. قفشه طبعا كان عامل الزياده الاماميه، فكان بمنتهى البساطه اول مره تشوف جناحين الكويت ناحيه الشمال وناحيه اليمين متحركين، فجي منها الهدف وقلب معطيات. انا عايز اضيف حاجه بس سريعا جدا. ارجع لك وضيف وقول اللي انتوا نفسكم فيه. محمد عواد مع زميلنا حسن غنيمه عقب انتهاء اللقاء، نتابع مع حضراتكم ماذا قال. تحياتي لك كابتن ابراهيم فايق ولكل مشاهدي ام بي سي مصر في كل مكان. معانا واحد من نجوم منتخبنا الوطني محمد عواد. محمد برحب بيك عشان ام بي سي مصر، رايك ايه في المباراه النهارده؟ طبعا برحب بيك وبرحب بابراهيم وكل الضيوف الموجودين والكابتن شيكا. طبعا المباراه كنا نقدر نطلع بنتيجه افضل من كده، وخاصه الشوط الاول، ولكن ما كانش في نصيب، والحمد لله بنحمد ربنا على النتيجه ان احنا قدرنا نرجع تاني. نقطه هتدينا ان شاء الله دفعه ان شاء الله في المباريات اللي جايه ان احنا نحقق اللي احنا عايزينه باذن الله. شايف النهارده يعني زمايلك النهارده في الملعب كان في بعض التسرع في القرارات؟ لا، مش تسرع، انا شايفه عدم توفيق، ان احنا كنا افضل الشوط الاول، كنا نقدر نجيب اكتر من هدف الشوط الاول، ولكن ما كانش فيه زي ما بقول لك كده، ما كانش فيه توفيق. زي ما بقول لك النقطه ونبدا نبني عليها ان شاء الله مع المباريات اللي جايه. يعني في حاجات بسيطه مع الشغل باذن الله ان احنا نقدر نصلحها ونعمل النتيجه اللي احنا عايزينها او الهدف اللي احنا عايزينه عشان نقدر نصعد من المجموعه باذن الله. بالتاكيد النتيجه الغير متوقعه دي هتكون دافع اكبر للاعبي منتخب مصر للفوز بالبطوله، ودايما يعني التاريخ بيقول ان دايما لما يبقى في بعض التعثر في البدايه بتنتهي بالفوز بالبطوله. اكيد طبعا، يعني احنا هدفنا واحد كلنا من البدايه، ان احنا جايين عايزين نلعب على البطوله. بنلعب مع منتخبات كبيره، كل الناس جايه تتنافس، مش هتلاقي مباراه سهله خالص، ولكن هي ظروف المباراه. احنا كنا مسيطرين بشكل كبير جدا وكنا افضل الشوط الاول. اكيد لو كنا جبنا الجون وخاصه ضربات الجزاء ما كانش فيها توفيق، كان الماتش هيفرق معانا وكان النتيجه كلها هتتغير، ولكن هي دي كره القدم، يعني افضل لعيبه في العالم
العالم بتضيع عادي جدا، وهو سير المباراه هو اللي ودانا للنتيجه دي. اكيد هنتعلم من الدرس، والمباريات اللي جايه ان شاء الله نقدر ان احنا نعمل اداء افضل ونتيجه افضل باذن الله، ونعدي للدور اللي بعد كده. ده اهم حاجه بالنسبه لنا، وناخد البطوله ماتش باذن الله عشان نقدر ان احنا نحقق الهدف اللي احنا عايزينه باذن الله. كابتن حلمي طولان قال لكم ايه في الاوضه بعد النتيجه؟ كابتن حلمي طبعا عنده ثقه كبيره جدا في المجموعه، وهو مدرب كبير جدا. من وجهه نظري ومن وجهه نظر كل الناس اللي شايفه المنتخب من بدايته، هو منتخب بضم افضل عناصر موجوده في الدوري المصري. كلهم يعني شخصيات جميله وشخصيات عايزه تعمل حاجه لبلدها، وده هدفنا. واتكلم معانا بعد المباراه، يعني مباراه ان شاء الله هتحطنا زي ما انت بتتكلم كده، ان احنا نبقى دفعه كبيره جدا بالنسبه لنا في الفتره اللي جايه، ان احنا نقدر نحقق حاجه كويسه في البطوله باذن الله. اشكرك يا عواد، والتوفيق في اللي جاي ان شاء الله. شكرا، متشكر جدا. كابتن ابراهيم، ده كان لقائنا مع واحد من نجوم منتخبنا الوطني محمد عواد. الكلمه عليك كابتن ابراهيم. طيب من لقاء عواد الى لقاء اسلام عيسى، نتابع مع حضراتكم. تحياتي ليك كابتن ابراهيم فايق ولكل مشاهدي ام بي سي مصر. معانا واحد من نجوم منتخبنا الوطني اسلام عيسى. برحب بيك على شاشه ام بي سي مصر. كلمني عن المباراه النهارده. بالتاكيد كل المصريين كان نفسهم نبدا بمكسب النهارده. يمكن الحمد لله، تحياتي طبعا الاول ليك يا حسن والكابتن ابراهيم فايق والضيوف اللي معاه في الاستوديو. طبعا بحمد ربنا طبعا النهارده على الاداء وعلى النتيجه. الحمد لله، كان نفسنا طبعا نكسب ونسعد الشعب المصري كله، لكن بقول الحمد لله النهارده عملنا مباراه هجوميه قويه جدا، لكن ما كانش معانا توفيق ان احنا نسجل اجوان، لكن الحمد لله دي طبيعه الكوره انت عارف. والحمد لله على النتيجه النهارده، وبحمد ربنا على النتيجه وعلى الاداء. وان شاء الله من الماتش الجاي نبدا نجهز من بكره ان شاء الله الماتش الامارات، وان شاء الله نتمنى يكون معانا التوفيق في الماتش ده ونكسب ان شاء الله. شفنا النهارده يعني لاعبي منتخب مصر وخاصه في الخط الامامي كان في يعني مباراه اخرى في اضاعه الفرص، كان ايه السبب؟ لا يمكن احنا عملنا اللي علينا، بقول طبعا اللعيبه رجاله، الجهاز الفني عمل اللي عليه، كلنا عملنا اللي علينا، لكن هي كان بس شويه توفيق صغيره. كنا نفنش الماتش ده من الشوط الاول كمان نخلصه بجون واثنين وثلاثه، لكن زي ما بقول لك هي الكوره كده، وان شاء الله من بكره نجهز لماتش الامارات ان شاء الله باذن الله. بالتاكيد اسلام عيسى واحد من اللعيبه الكبار في المنتخب، وثقه كبيره من كابتن حلمي طولان بتمثلك الكتير. طبعا بشكر طبعا كابتن حلمي على الثقه دي، وان شاء الله باذن الله اقدر من الماتش الجاي انا وزمايلي ان شاء الله نكسب. اهم حاجه نكسب عشان ده هيبقى ماتش الصعود ان شاء الله باذن الله. بشكرك يا اسلام، بالتوفيق في اللي جاي ان شاء الله. حبيبي شكرا حبيبي. كابتن ابراهيم، ده كان لقائنا مع واحد من نجوم منتخبنا الوطني اسلام عيسى. الكلمه ليك كابتن ابراهيم. خلينا نروح لفاصل، وبعد الفاصل نبتدي نشكل الشباب شويه، لحسن انا حاسس انه ما حدش محدش عايز يقول حاجه النهارده. انتوا خايفين ولا ايه؟ لا طبعا، لا حاسس بخوف كده. طب نروح لفاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل كلامنا. يلا.